وهو ما أمداه يكمل كلامه إلا فجأة باب البيت يطق حيل يطق حيل يطق حيل يطق حيل يطق حيل، إلا أفتح الباب إلا خوالي اثنينهم مجتمعين، خالي أيمن وخالي مروان، ويقعدون يصرخون علينا. أقول أنت رافعة قضية ما تستاهل على وجهك، أنتم بروحكم أصلا ما عندكم أحد بالبيت، ما عندكم لا رجال ولا حسيب ولا رقيب، والله العظيم يا نور إذا ما تنازلتي عن القضية وإذا احنا دخلنا أول جلسة والله العظيم قدام أهل القرية كلهم لأشوه سمعتكم وأخليكم عبرة لمن لا يعتبر. ونبدأ بقصة اليوم العجيبة والغريبة. قصة اليوم تتكلم عن وحدة اسمها نور. نور تقول بقصة اليوم: أنا بنت وبقول لكم قصتي اللي ممكن تكون مصدر قوة لبعض من الناس اللي عاشوا مثل ظروفي، وأتمنى أنكم تحطون حق بدران لايك واشتراك، لأن أتوقع خلاص هو وصل نص مليون أو بيوصل نص مليون أو أيا يكن، بس إن بدران يستاهل لايك والاشتراك. هي تقول أنا مالي شغل، هذه القصة مكتوبة قدامي وهي اللي تقول كذي، أنا مالي شغل. نور تقول: إحنا عائلة عايشين في قرية نوعا ما منعزلة عن باقي المدن، والقرية هذه فيها عادات وتقاليد مثل إن البنت تتزوج في السن المبكر، يعني البنت تتزوج في عمر ال 14 15 سنة. ترى احنا بالكويت مثلا عندنا يعني انا عندي واحدة من خالاتي متزوجة في عمر صغير، وكان قبل ايام قبل هذا شيء بسيط وشيء طبيعي، يعني عادي البنت تتزوج في عمر صغير، يعني ما كانت مشكلة كبيرة، ممكن تكون مشكلة بس مو مشكلة كبيرة. امي انا يا نور تزوجت في سن مبكر اللي هو عمر ال 14 سنة، وبحكم انها تزوجت في عمر مبكر ما لحقت انها تكمل دراستها، وقررت انها تطلع بمناسبة انها تزوجت ابوي. وبما اننا جبنا طاري ابوي ما عنده اب ولا ام ولا حتى اخوان. ليش؟ لان الاب والام متوفين، فبحكم ان ابوي يتيم الاب والام قرر انه بعد ما تزوج امي انه يجي يسكن بالقرية عند امي، عشان الام اللي هي ام نور اذا تبي اهلها تبي الخوال تبي احد من قرايبها من اهلها موجودين في نفس القرية، لان الاب من قرية والام من قرية، وبكذا نعرف ان الابو جاء سكن في قرية الام. ممتاز. يوم من الايام كان عمري انا يا نور 8 سنوات، مو انا نور، انا شنب ولحية اسمي بدران، انا اخذ دور صاحبة القصة. يوم من الايام كان عمري 8 سنوات، كنت اطلع من البيت مشي واروح المدرسة، بحكم ان المدرسة قريبة مني فكنت اروح لها مشي، وعندي وحدة من خواتي اصغر مني في 6 سنوات، يعني انا عمري 8 وهي عمرها 2 فانا اكبر منها في 6 سنوات. وبكذي شرحت لكم انا حالتنا ووضعنا شلون صار، والحمد لله في شيء تعدل في عاداتنا وتقاليدنا بعد ما انا انولدت. امي تزوجت في عمر ال 14 سنه، انا انولدت بعد مده من الزمن، في المده هذه من الزمن صارت البنت اللي هي مثلا بعمري ما تتزوج بالعمر الصغير، يعني صارت البنت تتزوج في عمر 18 سنه. فالحمد لله اقدر اقول لكم اني انا راح اكمل دراستي بشكل طبيعي من غير ما اتزوج ومن غير ما اسبق سن الزواج. في يوم من الايام امي قعدتني من النوم في حزه المدرسه على اساس اني انا اروح للمدرسه، قالت لي قومي بنبره غريبه، نبرتها كانت فيها حزن فيها ضيق، بس انا ما كنت ادري شنو السبب، فقمت